أما الصول إسماعيل راه الله بالخير يعني. كان رجل يعني جهم، كان راجل جهم شديد يعني وراجل عاتي. فبيجي يوقف في الحته دي الطلاب اللي بيجوا متاخرين كان يعني بيهاجمهم كده بصوره اسديه كده، ويهجم عليهم واحد يجري بيجاي، واحدين يخش وراه بيجاي. ويعني راجل كان راه الله بالخير. يعني يمكن المرحلة الثانوية ودراستنا لها في البحر الأحمر كانت المرحلة بتاع التكوين ذاته. برجع لوقت إنه أنا كنت طالب صغير في الثانوي. أنت قبال ما تصل المدرسة وأنت في الباص حسيت إنك أنت متأخر 5 دقائق بيصيبك الرعب بتاع الصول. الصول ده كان هدفه الأساسي إنه يدقك، يعني زول ده ما عنده أي علاقة بالموضوع ده غير إنه يكون قاعد في الباب ده عشان تجي متأخر عشان يدقك. عبد السيد عنده مطعم بيفتح على جنبتين، بيفتح على المدرسة بيفتح على الشارع. فنحن عشان نتخرب أو نتجاوز فكرة الصول بنمشي بالمطعم، بنلاقينا عبد السيد بشكل جميل وبشكل حميم وبشكل أبوي، ويقابلنا بوجه صبوح وبشوش وبيدخلنا للمدرسة بصورة سمحة جدا جدا. نطيت قبل كده خوفا من الصول، ولكن لسوء حظي واجهني أمام الشباك الصول شخصيا، فكانت هناك حادثة لا أنساها أبدا. فتم جلدي أمام الطابور وملأ المرحلة المتوسطة والثانوية كانت في آن واحد. الصول اللي اتعلمت منه المواظبة على المواعيد والحضور في الوقت المبكر واحترام المواعيد. اتعلمت من الصول الألم، ما تعلمت حاجة تانية. اتعلمت القساوة. صفة الجلد صفة غير جميلة، أتمنى أن تتلاشى هذه الصفة وأن تمنع منعا باتا من إدارة المرحلة الثانوية ووزارة التربية والتعليم، لأنها ليست وسيلة لجعل الطالب طالبا مميزا ناجحا في حياته الدراسية.